رجوع الخالة حلمية إلى بيتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. الناس اللي بتكذب وبتقول الخالة حلمية ما رجعتش وهي محبوسة، لا رجعت يا جماعة، والناس جيرانها كلهم بيأكدوا وبيقولوا إنها رجعت. انتوا ليه يعني مش عايزينها ترجع؟ إن شاء الله ترجع وتتهنى وتعيش حياة مستقرة إن شاء الله كده، هي وكل اللي زيها يا رب، وكل حبايبها يا رب. فليه كده؟ ليه الناس بتقعد كده تشكك في المواضيع وتقول لك لا انتوا ايه تتمنوا لها كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يهدي النفوس اللي هي ايه، النفوس اللي هي مش عايزة اقول، يعني الله يسهل لعباده. المهم انها رجعت بالسلامة وفي بيتها ومنورة بيتها، وان شاء الله زي ما قلت في الفيديو اللي قبل كده ان هي بتستجم شوية كده عشان تطلع احلى ما عندها. وبالنسبة للناس اللي زعلانة من البث بتاع زاهية داوود، ان هي بتحكي اللي حصل هناك ايه، وبتحكي ان هي هزروا مع بعض هناك. ما ايه يا جماعة ايه يعني؟ احنا بنكذب؟ وبعدين هي استحالة تقول حاجة كذب. هتلاقي يعني انا بقول على بنت حلمية ان هي بتقول زاهية بتقول ان بنت حلمية بتقول لها الملكة، ملكة اليوتيوب وسفيرة الريف المصري على البرج. هي طالعه تقول علني كده، استحاله هتكذب. هي لو بتكذب نرمينا تطلع تقول لا ده انا ما قلتش كده. لكن ايش عرفكم؟ هم لما قربوا من بعض ووقعوا في محنه مع بعض طلعوا بقى اللي عندهم. يعني هم يعتبروا وقعوا يعني في مكان مكان صعب، ومكان يعني ما يكتبش عليه الحد ابدا. فعملوا مع بعض، حنوا لبعض، عملوا ما يعني. ليه انتوا بتفهموا غلط وتقولوا لا ده هي خلاص كرهاهم؟ لا ده هم كارهين بعض. لا، ان شاء الله الامور هتهدى ما بينهم وهتبقى حلوة، وده اللي احنا نتمناه. والناس اللي بتكتب تعليقات زي السم، حرام عليكم، ارحموا ارحموا ارحموا. انتوا بالتعليقاتكم دي اللي بتقلبوا الدنيا ببعضيها. انا مش عارفه انتوا حابين المشاكل كده وتيجوا تقولوا القنوات اللي هي بتطلع الاخبار ديت او النقد، تقولوا ده بيطلعوا كلام وحش ومش عارفه ايه، وربنا وابتدوا عليهم وربنا يقعد. هما بيقولوا الكلام ده منين؟ ما هو الكلام ده بينزل على السوشيال ميديا وهما بيطبقوه. هما بيجيبوا حاجه من بيتهم ولا حاجه من نفسهم، ولا بيدخلوا بيوت الناس وبيجيبوا الاسرار؟ ما بيجيبوش الاسرار. بس في ناس النقد بتاعهم بناء، وفي ناس النقد بتاعهم يعني متعب شويه، ربنا يهدي يعني. فالناس هي مش جايباه من بيوتهم، ما دخلتش بيوت حد وطلعت اسرارهم. لا، هو كله ظاهر على السوشيال ميديا. وده اللي احنا مش عايزينه يحصل تاني. مش عايزين اخبار العائلات تحصل تاني على السوشيال يا جماعة. خلينا كده اسرارنا ونعاتب بعض مننا لبعضينا كده، ونوقف الناس الكبيرة وناس كبيرة لينا لو لا حصل لا قدر الله اي مشاكل تانية. انما ما تظلموش قنوات النقد. قنوات النقد في هم يعني ما طلعوش كده من نفسهم، هم من اللي شافوه بيطلعوا يتكلموا في جزء من حزل دي وجزء من حزل دي. لكن انتوا تقولوا كذا. اي نعم بقى، الناس اللي بتقول بتزود شوية كده، يعني ايه، متعصبين شوية للخالة حلمية او لزاهية دي. يعني ربنا يعني مش عارفة اقول ايه، بس تعصبهم زاد وحبهم ليهم زاد شوية. بيطلعوا حاجات ما مش عارفين بيطلعوها ازاي. ربنا يهدينا ويهدي الجميع يا ربي. وان شاء الله ممكن يبقى ما فيش قنوات نقد تاني بقى، يبقى خلاص طالما المواضيع خلصت والاكترية على زاهية وحلمية. يمكن ربنا يصلح الحال كده والدنيا تهدى، ونعمل بقى ايه، فيديوهات حلوة كده. احنا برضو كله يعمل فيديوهات كويسة كده في اي محتوى تاني. لكن انا مش ناقدة، انا من طالعة مش ناقدة، انا طالعة يعني زي ما فيديو بيطلع لفوق وفيديو بينزل لتحت. فيديو بيصعب المواضيع ما بين الاتنين، وفيديو يسهل المواضيع. انا بسهل المواضيع ومش مع حد. انا بحب الاتنين زي ما بقول في كل فيديو، انا بحب الاتنين. انا مش مع ولا ضد. انا بحب الاتنين قوي، واحب عائلاتهم، واحبهم يتجمعوا، واحبهم يعملوا فيديوهات مع بعض. كانت احلى الفيديوهات. ربنا يهدي ما بينهم يا رب. ربنا انتوا تدعوا وتكتبوا، وبلاش التعليقات السلبية سواء لأي حد يا جماعة. يعني انتوا بتظلموا، في ناس كتير بتظلم.
وانا واحده منهم. يعني انا لسه يا دوب عامله كام فيديو كده وبتكلم بما يرضي الله، لا جايه على دي ولا جايه على دي. وواحده تكتب كلام او ناس تكتب كلام مش كويس، ربنا يهديكوا اعرفوا الكلام بالظبط ايه. وبعدين في واحده كاتبالي في التعليقات، قولي للخالة حلمية على حكاية ايه. الخالة حلمية يا جماعة بتطلع كلام، يعني هي أكترية متابعينها هتلاقيهم مسيحيين برضو. يعني هي لما بتقول لاختها يا مسيحية مش تقصد حاجة وحشة، هي طالعة معاها كده، يعني مش تقصد هي، لان هي عارفة ان اكترية اللي بيشوفوها برضو ناس اخواتنا مسيحيين، بس ما تقصدش اي حاجة والله. هي بتحب الناس كلها يعني، فهي ساذجة في كلامها يا جماعة، ما حدش يزعل منها. واكيد هتطلع بفيديو تتأسف لاخواتنا الاقباط بالكلمة ديت، هي اللي ما تقصدش خالص، وانتوا اخواتنا طبعا. وان شاء الله تطلع بفيديو اكيد وتعتذر ليكم. ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. وتحياتنا لكل اللي بيحب الخالة حلمية ويحب زاهية ونرمين وكل الحبايب دولت، تحياتنا ليهم. وربنا يهدي النفوس ويجمع شملهم ويعيشوا يعني في محبة كده دائمة، وما يحصلش أي شر ما بينهم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.